القاهرة 1998. صوت الأذان بيعلو من بعيد والشارع مزدحم بأصوات الباعة. بيت قديم متهالك، نسمع صوت طفل بيقرأ بصوت عالي وسط الظلام. سليم 8 سنوات بصوت مرتجف. الخلية هي وحدة البناء والوظيفة في الكائن الحي. يرجع ظهره للحائط ماسك كشاف صغير، صوته واطي: يا رب ما كسفش قدام المدرس بكرة. أمه أم سليم بتدخل عليه ماسكة بطانية بتحاول تغطيه، وشها تعبان من الشغل في البيوت بس قلبها مليان حنية. أم سليم: نام بقى يا سليم، الصبح بدري وهتقوم على المدرسة. سليم: عاوز أذاكر شوية كمان يا أمي، لما أكبر هبقى دكتور، هطلعنا من الحتة دي. بتحضنه والدمعة في عينيها، مش عارفة تضحك ولا تعيط. المشهد التاني: الجامعة، كلية الطب، 2016. سليم كبر، شكله نحيف، عينيه فيها إصرار غريب. لابس هدوم بسيطة، بيتمشى في طرقات الكلية وسط طلاب لابسين ماركات. في المدرج الكبير صوت دكتور غليظ بيتكلم وسليم بيرفع ايده: دكتور ياسر، في حد عنده اعتراض على درجات الامتحان؟ سليم واقف بشجاعة: يا دكتور، في أسماء دفعت فلوس وعدت، وفي ناس تعبت وسقطت. المدرج يسكت، الطلاب يوشوشوا. من آخر المدرج نهى، لابسة جاكيت جلد وأحمر شفاه فاقع، بتبص على سليم بانبهار. المشهد الثالث: اللقاء الأول، نهى وسليم، الحديقة الجامعية. نهى تقف قدامه لأول مرة، بتكلمه بنبرة غريبة فيها احترام وفضول: نهى، أنت جريء، بس كأنك بتعاند الدنيا كلها. سليم ببرود: أنا مش بعاند، أنا بس مش عايز أركب السلم من نصه زي ناس كتير هنا. نهى بصوت منخفض: أنا مش زيهم ومش عايزة أكون. سليم مشدوه، ما بيصدقش إن بنت من طبقتها بتتكلم معاه بالشكل ده، لكنه بيحاول يخبي اندهاشه. بازل، المشهد الرابع، البيت، ربا والذكرى الغامضة. ربا أخت سليم جالسة على الكرسي، بتحاول تقرأ بطريقة برايل، لكن فجأة بتتكلم بكلمات متقطعة. ربا: أنا فاكرة. النور اختفى فجأة وصوت صراخ، وبعدين بابا صرخ والراجل قال خلص عليه. سليم بيقف، عينيه متجمدة. سليم بهمس: راجل مين يا ربا؟ تقصدي ايه؟ ربا مرعوبة: مش فاكرة، بس كان فيهم واحد اسمه مراد. ينتهي المشهد على وجه سليم نظرة شك وقلق وشرارة انتقام بتشتعل لأول مرة. مكتبة الكلية، مساء. سليم قاعد لوحده في ركن بعيد، بيقلب في ملفات قديمة ومجلات طبية وبيكتب ملاحظات. نهى بتدخل بهدوء وبتقعد قصاده. نهى: لسه بتذاكر لوحدك حتى في الويك اند؟ سليم من غير ما يبص: العلم ملوش راحة، واللي زي ما عندوش رفاهية انه يرتاح. نهى: طب ايه رأيك تشتغل معايا؟ بابا بيدور على شباب أذكياء في مؤسسة طبية هو بيأسسها، مرتب كويس وهيقدرك. سليم بصوت فيه نبرة مرارة: أبوكي؟ مراد فخري؟ ما ينفعش. في حاجة في حضوره بتحسسني إني في خطر. نهى تنصدم، لكنه يكمل كلامه ببطء: سليم، ربا بدأت تفتكر حاجات عن حادث حصل لنا وإحنا صغيرين. اسم والدك طلع فجأة في كلامها: بوب. المشهد الثاني، شارع جانبي، الليل. سليم بيراقب حسام. الجو ضباب، وحسام ماشي بسرعة في حواري ضيقة. سليم بيراقبه من بعيد، بيشوفه وهو بيدخل مكان قديم مكتوب عليه جمعية النهضة الفكرية. سليم ينتظر، وبعد ساعة بيخرج حسام ووشه فيه توتر. سليم بيواجهه في الزاوية: سليم، كنت فين ومن دول؟ حسام بتردد: ناس بيحاولوا يغيروا البلد، بيجمعوا أدلة على الفاسدين، وأنا معاهم من زمان. سليم: ووالد نهى؟ حسام: هو كبرهم، عندنا مستندات تثبت إنه بيستخدم المستشفيات لغسل أموال، وبيعمل تجارب غير قانونية على مرضى في مستشفى خاص تابع ليه، واسمك جه في خطة لتجنيدك. سليم يضرب الحيطة بعصبية، صوته بيرتعش: سليم، كنت هبقى فئران تجارب. مشهد جديد، ربا قاعدة على الأرض وبتحاول ترسم بأصابعها على الورق خطوط عشوائية، وفجأة بتقول ربا بتنهيدة مفاجئة: الراجل كان لابس ساعة ذهب،
كان ريحته مسك، وكان بيزعق لبابا بيقوله لو ما خضعتش حتموت. سليم ينهض كأن نار اشتعلت جواه. سليم، مراد فخري كان بيهدد أبويا، طب ليه؟ المشهد الرابع، قصر فخري. نهى بتواجه والدها لأول مرة. نهى واقفة في مكتبه وهو بيشرب قهوته ببرود. نهى: انت ليك علاقة بسليم أو بأهله؟ مراد بابتسامة شيطانية: ليه يا بنتي، بتحبيه ولا بتجهزيه عشان يكون سلاح ضد أبوكي؟ نهى: أنا بس عايزة أعرف الحقيقة. من 20 سنة حصل حادث لأسرة سليم واسمك طلع في الحكاية. مراد يقوم يقفل الباب وراه ويوطي صوته. مراد: ابعدي عن الولد ده، فيه خيوط لو اتحركت هتسحبه هو وانتي للهاوية. المشهد الأول، غرفة ربا، منتصف الليل. ربا قاعدة وسط كتب قديمة وصور قديمة للأسرة، بتحاول تلم شتات الذاكرة. بتلمس صورة لأبوها وسليم بيبص عليها. ربا بصوت هامس: بابا كان طيب، بس كان في حاجة مرعبة بتحصل. ليلة الحادث كنت شايفة كل حاجة حتى لو ما فهمتهاش وقتها. سليم متحفز: احكيلي كل تفصيلة حتى لو صغيرة. ربا فكر بابا وهو بيحاول يهرب بحاجة، ورجلين دخلوا علينا، كان فيهم واحد صوته زي مراد فخري. سمعته بيقول له لو فتحت بقك حنتصرف فيك وفي ولادك. وبعدها النور قطع وصرخت، ومن بعدها ما فيش نور. طوس. المشهد الثاني، داخل المستشفى الخاص بمراد فخري. ملف سري. سليم بيتهلل للمستشفى بمساعدة أحد موظفي النظافة. بيلاقي باب غرفة أرشيف مغلق، بيكسره بهدوء ويفتح درج فيه ملفات. بيلاقي ملف بعنوان عينة 17 الطفل سين ميم. سليم يقرأ بصوت منخفض: تجربة محفز عصبي، استجابة ممتازة للعقار، متابعة مستمرة خلال 7 سنوات. وشه بيتحول لصخر ودموعه بتنزل غصب عنه. سليم: كنت فقر تجارب وأنا مش عارف. طاء. المشهد الثالث، حسام ينهار، الاعتراف القاتل. سليم بيواجه حسام يرشقه بالملف في وشه. سليم: انت عارف كنت بتساعدهم؟ حسام يصرخ: كنت مجبور، كانوا هيقتلوا اختي، انا سلمتك ليهم من غير ما اعرف انهم هيكملوا التجربة عليك، ولما فهمت حاولت اعدل واجمع ادلة. سليم بعينين حمر: اللي زيك لازم يتسجن او يدفن. لكن حسام ينهار على الارض ويديله فلاشة. حسام: الفيديوهات، الأدلة كلها هنا، على شرط احميني أو اقتلني وخلصني. ممرين. المشهد الرابع، مواجهة غير متوقعة. مراد ونهى. نهى بتواجه والدها للمرة الثانية، بتحط الفلاشة قدامه. نهى: انت جربت عقار على طفل يتيم وكنت السبب في موت والده وإصابة أخته بالعمى. مراد بهدوء مرعب: ده كان استثمار علمي، والأطفال دول كانوا أرقام. نهى بصوت يائس: أنا هفضحك. مراد: لو عملتي كده هدمر الولد ده وهدمرك معاه. إحنا في بلد ما حدش بينتصر على اسمي، حتى القانون بينحني لي. البيت، انفجار الحقيقة. سليم بيرجع البيت يلاقي الشرطة بتاخد ربا بزعم انها مختلة وبتشكل خطر. بيصرخ فيهم: سليم، هي كانت شاهدة، انتوا بتغسلوا الجريمة بزي رسمي. لكن الضابط يهمس له: الضابط لو عايزها تطلع انسى كل حاجة وارجع لحياتك. سليم بيقف مصدوم وبيفهم انه اللعبة اكبر من اي عدالة وانه لازم يستخدم وسيلة تانية. المشهد الأخير، قرار الانتقام. المشهد الأخير بيكون على سطح بناية، سليم واقف معاه الفلاشة في إيده. سليم: نظرة نار، كل اللي فاتوا سكتوا بس أنا مش هسكت، لو العيون اتقفلت أنا هفتحها وأخلي كل حاجة تنكشف. الكاميرا تبعد ببطء، صوت ربا من الماضي بيرن في ودنه: العتمة مش دايمة يا سليم، نورك فيك. في شقة قديمة، سليم يخطط للضربة الأولى. سليم جالس وسط أوراق، صور، لابتوب والفلاشة على الطاولة. بيشتغل على خطة لنشر الفضيحة. صوته الداخلي يتكلم وهو بيكتب في دفتر صغير: أنا مش نبي ولا بطل، أنا مجرد إنسان فقد كل حاجة وما بقتش فرقة معاه النتيجة، المهم الحق يبان. بيجهز فيديو من داخل الفلاشة: مشاهد تجربة العقار على أطفال، مستندات موقعة من مراد فخري، تسجيل صوتي لتهديده لوالد سليم. قاف.
المشهد الثاني داخل قناة إعلامية. نهى تواجه الإعلام. نهى تدخل قناة مستقلة بتسلم الفيديو للمعدة. نهى: لو حصل لي حاجة الفيديو ده لازم يطلع للنور. المعدة ترد بتوتر: المعدة، اللي جاي ده كبير ومش حتكوني آمنة بعد كده. نهى بصوت ثابت: نهى، أنا ما عدتش طفلة، أنا وريثة الوحش ولازم أدفنه بإيديا. قاف. المشهد الثالث. حسام يختطف في زقاق ضيق. حسام بيتخطف على يد رجالة ملثمين. الصوت من واحد فيهم: افتكرت انك هتهرب، اللعب لسه ما خلص. بيتضح ان مراد فخري عرف بتعاون حسام وعايز يستغله للمساومة. قاف. المشهد الرابع. سليم يهدد مراد لأول مرة. مكالمة مسجلة. سليم يتصل برقم خاص. سليم بصوت بارد: مراد فخري، افتح الموبايل، شغل الانترنت وادخل على كل المواقع الإخبارية. مراد: ساخر، مين؟ سليم: الولد اللي كنت بتجرب عليه، رجع بقى عالم بس مش في الطب، في كشف الوشوش. مراد يفتح المواقع، يلاقي اسمه متصدر الترند والفضيحة انفجرت. صمت. مراد: فاكر انك انتصرت؟ انت فتحت باب جهنم مش باب حرية. سليم: انت مش فاهم، انا فتحت باب الحقيقة، وجهنم أنا أصلا ساكن فيها. ضاد. المشهد الخامس. سقوط القناع. الشرطة بتداهم مكاتب شركة مراد فخري، ملفات تتصادر، موظفين بيتحقق معاهم. نهى واقفة بعيد بتبكي وهي شايفة والدها بيتم اقتياده وسط الكاميرات. مراد بصوت حاد لنهى: أنا عملت كل ده علشانك، عايزة تورث الفقر، تورث الهوان. نهى: كنت أفضل أجوع على إني أعيش بنت مجرم. باء. الخيانة الأخيرة. سليم يستلم رسالة على موبايله، فيديو لحسام مربوط وبيتعذب. رسالة صوتية: لو نشرت باقي الأدلة صاحبك هيموت النهاردة. سليم بيبص للشاشة، يتردد، الدموع في عينيه، لكن فجأة بيدوس زر النشر. واو. المشهد السابع. بعد أسبوع. حفل تخرج الجامعة. نهى في الكلية واقفة وسط الطلبة بتوزع ورق عليه جملة: مش كل اللي تربوا في الظل بيكرهوا الشمس. سليم يدخل من بعيد لابس بدلة بسيطة، وشه فيه ندبات واضحة من الاعتداء اللي حصل له قبل كده، بس عينه فيها نور. بيقف قدامها وبيقول: سليم، أنا خسرت كل حاجة بس كسبت نفسي ومستعد أبدأ من جديد حتى لو العالم كله ضدي. نهى بهدوء: وأنا هبدأ معاك حتى لو اسمي ما عادش ليه معنى. قاف. المشهد الأخير. غرفة ربا في مصحة نفسية خاصة. صوتها من بعيد، ربا بتضحك وهي بتحكي للمعالجة: أخويا كان دايما بيقول لي النور فينا مش حوالينا، وفعلا لما العالم كله طفى هو اللي ولع الشمعة. الكاميرا تطلع من الشباك وتوري القاهرة من فوق، مدينة مليانة خيوط، بعضها أسود وبعضها أبيض لكن كلها حقيقية. حسام على حافة الموت. حسام مربوط في كرسي، جسمه متورم من التعذيب. واحد من الحراس بيقرب منه: الحارس، صاحبك باعك، نشر الفيديو ومحدش جاه يدور عليك. حسام يبتسم رغم الألم، يقول بصوت مكسور: حسام، أنا ما كنتش بدور على منقذ، كنت بدور على نهاية بشرف. فجأة صوت طلق ناري في الخارج، ضوء خافت يدخل من الشباك والباب بيتفتح. سليم واقف بيده مصباح يدوي، وراه مجموعة من شباب الجماعة السرية اللي حسام كان جزء منها. سليم بصوت ثابت: أنا جيت، متأخر بس جيت. المشهد الثاني. بيت قديم. ربا تتعافى ببطء. ربا جالسة في شرفة بسيطة بتسمع موسيقى كلاسيكية، والممرضة بتقرأ لها جريدة: محاكمة رجل الأعمال مراد فخري بتهم متعددة وحجز أمواله. الممرضة تسألها: الممرضة، فاكرة يوم ما كنت بتقولي إنك شايفة حاجات الكل بينكرها؟ ربا بهدوء: كنت شايفة الحقيقة بس العيون اللي حواليا كانت مغلقة. المشهد الثالث. منحة دراسية دولية، بداية جديدة. سليم بيحضر حفل تكريم ضخم في السفارة البريطانية بعدما منظمة دولية كرمته على كشف فساد مؤسسات طبية واستغلال الفقراء. المقدم: هذا الشاب بدأ من الصفر واليوم يحصل على منحة لإتمام دراساته في لندن في مجال أخلاقيات الطب. سليم يطلع يستلم الجائزة، الجمهور يصفق لكن نظراته تروح لنهى الواقفة تحت مبتسمة وعينيها فيها فخر.
المشهد الرابع، مواجهة أخيرة مع النفس. سليم واقف قدام قبر والده بيتكلم بصوت واطي. سليم: ما عرفتش أخد لك حقك في وقتك، بس كل اللي عملته كان ليك. ما كنتش فاهم، بس دلوقتي بقيت راجل وفاهم. سامحني لو اتأخرت عليك. نظرة صمت طويلة، ثم صوت خطوات وراء ظهره. نهى واقفة بتمسك إيده من غير كلام. المشهد الأخير، على سطح القاهرة بعد مرور سنة. سليم ونهى واقفين على سطح عمارة قديمة في الحي اللي تولد فيه. سليم بابتسامة حقيقية: فاكر لما قلتلك أنا في حرب؟ نهى: ودلوقتي خلصت الحرب؟ سليم: الحرب الكبيرة خلصت، بس في حرب صغيرة جوايا، حرب إني أفضل إنسان. نهى بحب صافي: طول ما أنا معاك هتفضل تكسبها.